بخير. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعملي ايه يا ماما؟ بعمل سلطة بطاطس. اوريدي حاجه. قرديحي. معاك ايه بقى؟ معايا توم وفلفل وقرن فلفل حراق ونقطة شطة، نقطة صغيرة اهي، وفلفل أسمر وكمون وكزبرة وبصل اهو اهو. واتفرج على اللي هي القرداح دي، بتطلع القرداح دي. احنا بقالنا يومين بناكل فراخ والله. شوف القرداح دي بتطلع القرداح دي اهي. طبعا ماما مقطعه البطاطس حلقات. بس عامل 3 بصلات يا جماعة، عشان البصل بيخليه مسكر ويبقى أحلى من الفراخ والله. انا اصلا والفراخ من عشاق البصل والثوم. يعني ان شاء أنا الله بحب اي اكله ما فيهاش بصل وثوم مش مع بعض امي بتحطها. أنا بحب البصل والثوم مع بعض في أي أكل. البطاطس هي متقطعه مكعبات ونحطها ونحط عليها صلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. مين اللي عامل؟ انت ولا ماما؟ ايه ده؟ الصينية ماما. تسلم ايدك يا ماما. هبطت مني. ربنا يشفي كل مريض. امين. كده بقى معايا سمنة بلدي. عاوزة تحطي سمنة على زيت ماشي، تحطي سمنة بس ماشي. انا احط سمنة بس بالنسبة لي يعني. اي سمنة اي زيت اي حاجة متوفرة عندك في الايام الكل اللي احنا فيها دي استعملي. كل حاجة المهم الصحة يا جماعة، والله العظيم المهم الصحة والستر ربنا على البني آدم في الأيام الحلوة دي. ونعيش بقى باللي ربنا مقسمه. مالها لو عيش وجبنا بدل ما واحنا في صحة أحسن ما ناكل الشهد واحنا تعبانين وممنوعين منه. والله المستعان. بما إن يومنا كله على قد الإيد ومفيش فيه حاجة هتيجي من بره. أنا عندي الحمد لله بيض وعندي شعرية شعر، كان نفسي اعمل معاها شعرية شعر بس يلا عشان اللي معندوش برضه يبقى على قد ايده هنعمل احلى غدوة. نفس الرز هفضل اغسل فيه وادعك فيه لحد ما يطلع ابيض. الرز اهو معايا بعد ما غسلته حلو وطيبته بقت بيضة اهي. الرز بتاعي دوت بياخد مية، هديله عقلة ونص. اللي بيعص مية يدوبك عقلة واحدة ماشي. الملح لو كمية الرز عويلة بتاخد ملح عويل، لو كمية الرز حلوة بتاخد يعني حبة رز حلوين ملح حلوين. ودي ما شاء الله ما شاء الله ريحتها جميلة. والسوب بقى سوب جميل، صوت الطشطشة دي حلوة اوي. يلا الحمد لله. الفريزر بتاعنا منه فك، الحاجة اللي فيه فكت، كانت الكهرباء قطع او السلك بايظ مش عارفة، فالحاجة فك. فقبل ما انزل الصلصة هنا كيس الطماطم هنا خدت منه معلقة جربتها، بسخن الطاسة دي قوي واقوم نازله عليهم معلقة صلصة اشوف لو لها ريحة حلوة اكمل، ملهاش ريحة حلوة يبقى انا ارميه. ما خسرتش حاجتي لاني مش هبانة لما تغلي ان كانت بايظة ولا لا. فمكان حطيت كوباية مية وبسم الله الرحمن الرحيم خليه بقى ايه كامل تسوية بطاطس. بدي فيها فلفل وملح وكمون وكزبرة ونطرة شطة وتوم على فلفل اخضر شطة يعني حراقة. الرز حطيت له الملح وفي الاول بيعلى عليه لحد ما الرز يغلي، تبدا تهدي حبه حبه لحد ما الميه تنشف خالص. انا كده زودت البطاطس اهوت وهدخلها الفرن تكمل سواها بقى. طبعا احنا كلنا نايم يعني مش معدوم. كده بقى معانا معلقه سمنه حلوه اهي نسخنها كده على النار عشان دي سمنه لازم نقدحها قبل كده او مسيحها قبل كده ونحطها على الرز. طبعا ريحة البطاطس شجعت الرجال هما ياخدوا معلقتين رز على حبة بطاطس وكانوا. بسم الله الرحمن الرحيم.
نبدأ بقى نجهز معانا الصينية. أكلة بسيطة. ده ورق كرنب، وورق وليف، بس مش عارفة الكاميرا جايبة ازاي، بس يلا مش مشكلة. اللهم أجرنا من النار. ما شاء الله. كده بقى النور قطع الحمد لله، وانا عملت طبق ليا عما يبقى اللي يجوع ياكل براحته. معايا قرن فلفل حامي نار نار شط، كسرت بصلة والمخلل، والحمد لله ان الله يحب المحسنين، وبصة المحب خروف، ويومه بيعدي وكنا بنحتار عليه. كده اشوفكم فيديو جديد مع يوميات ولا تنسونيش في اللايك والشير، تنسونيش بتعليق حلو منكم، واشوفكم على خير ومع السلامة.